السلام عليكم. هقولك النهاردة على وصفة للكوكيز كيك هتدمنيها بجد لما تجربيها، بمقادير سهلة ونتيجة مضمونة خطيرة. لازم تجربوها. هنزل بكوباية زبدة على النار اكرملها لحد ما توصل للون الذهبي، وهحط عليها كيس فانيليا بيودي ريحتها في حتة تانية بجد. بالظبط لما توصل معايا اللون ده هنزل عليها بنص كوباية سكر بني ونص كوباية سكر ابيض وهمكسهم مع بعض. هنزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة من الفانيليا، هضربهم لحد ما السكر يدوب. هنزل بكوبايتين من الدقيق، معلقة ممسوحة من البيكنج باودر صغيرة، ونص معلقة بيكربونات الصوديوم أو بيكنج صودا المخصص بالمخبوزات. ياريت ما نستخدمش النوع السايب ده يا جماعة لأنه بيفرق في الطعم. همكسهم مع بعض بس من غير عجن، وهنزل عليه بكوباية شوكليت شيبس أو أي نوع شوكولاتة انت تحبيه. همكسهم مع بعض وادخله التلاجة 10 دقايق يتماسك عشان اقدر اتحكم في العجينة بتاعتي. هجيب صينية تشيز كيك وادهنها بسيط بس زبدة عشان ما تلزقش، هي مش هتلزق بس للضمان يعني. أه هفرد نص العجينة فيها واكون مجمدة في الفريزر اي نوع شوكولاتة قابلة للدهن بديل النوتيلا يعني. واجيب النص التاني من العجين افرده على كيس بلاستيك واقلبه على الصينية واقفله كده واحاول اخلي الحشو اقل من حجم الصينية عشان ما يخرجش بره ويتحرق. احط بقى هزينها بشوية دارك شوكليت كده عشان اعزز طعم الشوكولاتة. هدخلها على الفرن ساخن درجة حرارته 180 من تحت بس. هسيبها من حوالي 20 ل25 دقيقة. جربوها وقولولي رأيكم واعملوا سيف للفيديو، وإلى اللقاء في وصفات أخرى.